قبل قليل طلع رئيسكم بمؤتمر وجامع مجلس الوزراء كله، والله العظيم أنا عبالي راح يراعي الشعب، اكو امور متخذه للشعب بهاي الازمه، لكن اللي صدر بهذا المؤتمر والله العظيم كارثي. وفق الازمه الحاليه والاحداث اللي تمر بها المنطقه، يعتبر بالخصوص العراق اكثر المتضررين بالاحداث الحاليه، لان مر بازمه كبيره والى الان الازمه جاريه، من خلال ضرب الحقول النفطيه ومن خلال الاموال ودفع رواتب الناس، والناس جدا متاذيه بهاي الاحداث. قبل قليل يطلع رئيسكم بمؤتمر ويوجه بكامل الاجراءات حتى يجون ياخذون من الناس اجور الكهرباء واجور المي والتحويل الذكي والدفع الالكتروني والخصخصه، وكانما الشعب بهاي الازمه منتظر الراتب يوم يوم حتى يشيله وينطيه للرئيس، حتى يشيله وينطيه للسوداني. فأنا أوجه كلامي إلى مجلس الوزراء، كل دول العالم اللي تمر بأزمات واللي تصير عندها أزمة معينة يحاولون بفترة هاي الأزمة أما يخفضون أجور الكهرباء والأجور الأخرى أو يلغونها خلال فترة معينة. ليش؟ دعم للشعب، يساندون الناس حتى ما يخلون الناس يمرون بضيق، حتى ما يخلون الناس يحسون بالأزمة الجارية. انت فوق هاي الازمه وفوق الوضع اللي بالمنطقه، وقبل ايام تتبرع لبنان وقبل ايام تتبرع مدري المن، واليوم تصدر اوامر بمجلس وزرائك انطوني الجبايه. اولا انت حكومتك منتهيه وحكومتك تصريف اعمال وهاي الامور ما متخذه، فانت تجي تصدر قرارات وتفرض قرارات على اي اساس؟ اليوم اغلب المحافظات مجالس محافظاتها ومحافظينها وناسها اللي جاي تتظاهر يوميا من أجل منع الخصخصة، هاي الخصخصة والتحويل الذكي اللي راح يخلي الناس يدفعون شهريا 400 و500 حتى تدخل بجيوب السياسيين، حتى هاي الشركة تستفاد، لأن شركة الخصخصة فهي تابعة للأحزاب، وهاي الأحزاب حتى تنعش اقتصادها وتروح تقاول زين. قبل أيام في محافظة واسط، محافظ واسط أنذر شركة الخصخصة وقال لهم لكم انذار أخير، لأن هاي تدمر الناس، بناء على خروج أبناء المحافظة كليا رافضين هذا المشروع اللي هو موارده للأحزاب، الأحزاب اللي مقاولتها بس على أبناء البلد حتى تنعش اقتصادياتها وقصورها وسياسينها وزعمائها. يعني معقولة أنت السوداني اليوم تطلع بهذا المؤتمر وبهاي الأزمة اللي يمر بيها الشعب؟ يا أخي كان قدرت ظروف الناس والشعب وقلت خليني أعبرها 3 أشهر 4 أشهر سنة معينة، أخفض الأجور ألغيها. الشعب يمر بأزمة، يعني أنت تتبرع للبنان وفاتح مكاتب بلبنان حتى تعمر لبنان وتتبرع للدول الأخرى، ومن توصل يم الشعب تفرضون عليه جباية مي وكهرباء وغيرها وتحويل ذكي وخصخصة. ليش؟ حتى تاخذون الراتب هذا تنطونه إليه، حتى هذا بالرعاية أو الموظف يستلم راتبه منا ينطيه لكم، توزعونه بيناتكم انتم القادة السياسيين وتوزعونه على زعماء الأحزاب. فأنا كلامي إلى مجلس الوزراء بما فيهم رئيسهم، أولا الشعب يمر بأزمة، وثانيا الناس محتاجة، وهذا الوضع جدا مربك والوضع مو تمام. فأما تخفضون أجور الكهرباء والمي وغيرها، أما تلغونها لفترة معينة لحد ما تصفى الأوضاع بالمنطقة. أنت طالع اليوم بمؤتمر تفرض جباية مي وكهرباء وتوجه باتخاذ إجراءات على كل واحد ما يدفع. ليش؟ أدري هذا الشعب شو مسوي لكم، هاي الناس شو مسويت لكم، لكن مو صوتكم، صوت الشعب والناس اللي ساكته. يعني فوق الأزمة وفوق اللي يمر به البلد وفوق اللي متعرض له الشعب بهاي الظروف، أنت تجي تفرض عليه مي وكهرباء أكثر من قبل وتريد الفلوس كلها حتى مين يستلم راتبه ينطيكم إياه، لأن أنتم محتاجين. والعتب الثاني مو عليك أنت ولا على مجلس الوزراء، العتب على أعضاء مجالس النواب اللي تافسين المحافظات. ماكو واحد بيكم خير وقال للسوداني أجل هاي الأجور الفترة معينة. الشعب يمر بأزمة والبلد يمر بأزمة والناس ما عندها. وين أعضاء مجلس النواب اللي نصهم مقاولين ويحجون بالعقيدة والدين وغيرها والمذهب؟ المذهب بس على الناس اللي برا، على ابناء بلدكم وين المذهب؟ جاي تشوفون أعمال السوداني جاي يسوي،
يا أخي شوية أوقف ويا هذا الشعب.